فيلمنا النهارده بنشوف واحد بيجري بعربية. كان الهروب هو آخر أمل. مطاردة مجنونة تنتهي إنه يقع في إيد ناس أسوأ من الموت نفسه، بيتاخد لمقرهم وبيتربط وبيتعامل كغنيمة يجهزوه علشان يمسحوا هويته ويحط عليه علامة العبودية. لكن في اللحظة دي بيصحى جواه الوحش، يضرب ويقاوم ويجري. هروب يجري وراه حصار وحبل يبقى طوق نجاة مؤقت، وهو طالع عليه تبدأ الهلاوس تطارده وجوه بتلومه وصوت ضمير بيجلده لأنه ساب ناس تموت. يهرب منهم ومن نفسه لحد آخر الممر، يقفز قفزة يائسة على أمل النجاة، بس الدايرة تقفل عليه ويتقبض عليه ويرجع لنفس البداية. وساعتها يظهر شخص مرعب، الكل بينهوا بالمعمر جو، طالع يلقي خطاب من فوق والناس تحته واقفة منهكة جعانة مريضة مستنية كلمة أمل من واحد ماسك مصيرهم في إيده. وخلال خطابه يعلن إنه هيبعت واحدة من أقرب قادته اسمها فيريوسا في مهمة تجيب الوقود من أرض بر نفوذه. ومع الكلام ده نفهم إن الشباب اللي أجسامهم مدهونة أبيض دول مش أبطال، دول معادي مغسول دماغهم، مصداقين إن جو هو اللي معاه مفتاح الجنة، وإن اللي يطيعه هياخده بنفسه للفردوس. وبعدها بلحظة يفتح المية قدام الناس، الكل يندفع ويجري وكل واحد بيحلم برشفة تنقذه. لكن قبل ما الفرحة تكمل يقفلها تاني، وساعتها الصورة توضح أكتر. الراجل ده مسيطر ومستعبدهم لأنه المتحكم في أغلى حاجة فالعالم ده، المية. جو كان ماسك مصدر المية الوحيد، وده اللي مخليه متحكم في الكل. وفي نفس الوقت فريوسا بتتحرك لمهمة استلام الوقود لراقبة شحنة جبارة الكل بيخاف منها ومعاها شوية جنود، لكن فجأة تغير مسارها وتسيب طريقها الرئيسي. واحد من الجنود يستغرب ويسأل، فترد بكل برود إن الأوامر اتغيرت، ومن غير نقاش الخبر يتنقل للباقي. وفي الناحية التانية ماكس محبوس في قفص، الجنود يطلعوه مش علشان ينقذوه لكن علشان يسحبوا منه دم، لأنه معظمهم عنده فقر دم من الجفاف. والأسوأ إنهم ما بيندهوش باسمه، بيندهوه كاس الدم كأنه مجرد مخزن. وفي اللحظة دي يوصل جو خبر إن فيريوسا خرجت عن المسار، والمعلومة تضرب جو في مقتل فيريوسا. سيبت الطريق ومتجهة بسرعة ناحية أرض أعدائه. جنونه يسيطر عليه ويجري على مكان مقفول بباب تقيل زي خزنة بنك ويفتحه، فيكتشف إن دي غرفة زوجاته. وساعتها تظهر امرأة كبيرة وتبلغه بالحقيقة الصادمة. كلهم هربوا مع فيريوسا. الإنذار يضرب في المقر والجنود يبدأوا يستعدوا للمطاردة، والفوضى تعمى. اتنين يتخانقوا على عدلات القيادة، واحد فيهم بيقول ان التاني ضعيف ومش هيقدر يكمل الرحلة الا لما نقل الدم يخلص. والكل عارف الدم ده جاي من مين بالظبط، الدم طبعا من ماكس، وعلشان كده يقرروا ياخدوا كيس الدم معاهم في المطاردة. لكن بما ان ماكس ما بيبطلش مقاومة ومحاولات الهروب، يختاروا له أكتر مكان شايفينه آمن في العالم. وفي نفس اللحظة فيريوزا تكون وصلت لأرض أعدائهم، ومجموعة تخرج تطاردها علشان تستولي على حمولة المية. الاشتباك يولع فورا، انفجارات ومطاردات وعربية بتقع ورا التانية، وجو يكون قرب بالجيش بتاعه وواقف يتفرج على اللي بيحصل. ومن ضمن العربيات اللي شايفها العربية اللي شايلة ماكس، فيقرروا الأول يبعدوا الأعداء عن الطريق وبعدها يمسكوا فيريوسا. ومع وصول الدعم الموقف يبدأ يميل لصالحهم. مع وصول دعم جو، عربيات الأعداء بتقع واحدة ورا التانية بسرعة، لكن اللي راكبين مع فيريوسا يلاحظوا حاجة غريبة، هي مش بتقف رغم إن الطريق دمها بقى فاضي. وساعتها الحقيقة تضربهم، فيريوسا مش راجعة، دي بتهرب وخانت جو نفسه. وفي الوقت ده سواق العربية اللي شايلة ماكس يحاول يقرب منها، لكن العجلة تتدمر، فيطلب يزون العربية وما يلاش غير ماكس يفكه ويحطه ورا. ومن هنا يتضح ان كل اللي حصل كان محسوب. فيريوسا كانت عاملة حسابها ان جوها كشفة وانه ورجالته هينشغلوا بمعركة جانبية وهي تكسب وقتها وتدخل منطقة العاصفة الرملية. واول ما الشاحنة تخش جواها تختفي من قدام عيون الكل وتختفي من قدامهم، ومحدش يقدر يحدد مكانها غير سواق العربية اللي عليها ماكس. يشوف الشحنة بالصدفة ويقرر يجري وراها، مدفوع بفكرة انه يضحي بنفسه علشان يرد جو وياخده معاه للجنة. يبدأ طقوسه الغريبة ويفتح خزانات الوقود لحد ما العربية تتملي. وماكس بيتابع المشهد ويفهم بسرعة إن الراجل ناوي يحول العربية لقنبلة توقف فيريوسا. ومع أول شرارة وهو دايس فرامل، ماكس يمسك إيده في اللحظة الأخيرة يخطف الشعلة ويرميها، لكن فيريوسا ما بتعرفش تخبطهم والعربية تتقلب. وفي اليوم اللي بعده ماكس يفوق، يلا العاصفة خلصت. أول حاجة يعملها إنه يشيل الخرطوم اللي بيسحب دمه
لكنه يكتشف انه لسه مربوط بسلسلة نفس السوار. يلاقي سلاح واقع على الارض ويحاول يكسر بيه السلسلة، لكن الرمل يكون عطله. يحاول ماكس يفك نفسه بأي طريقة، بس كل المحاولات تفشل لحد ما يسمع صوت حركة قريبة من بعيد، فينقض على السواق وياخده معاه لحد مصدر الصوت. وهناك يقابل فريوسا ومعاها زوجات جو، والسواق يستعيد وعيه من صوت الشجار. يجري بسرعة ويسحبها بعيد عن المسدس، وماكس بدون وقت بياخد المسدس، لكن قبل ما يلحق يستخدمه فيريوسا تخنقه وتوقفه عن أي حركة، والمعركة بالسلسلة تستمر. لكن بما إن ماكس أقوى يقدر يتخلص من الماسكة ويستولي على السيطرة. وفي النهاية فيريوسا تستسلم وما تخلصش الخناقة إلا وهم شايفين جو وجنوده قربوا منهم وعلى وشك الوصول. واحدة من الزوجات تتحرك ناحية الشاحنة، لكن ماكس يطلق طلقات تحذيرية يوقفها. يركب الشاحنة بنفسه ويبدأ يسوقها بعيد ويسيبهم ويمشي. وفريوسا تصرخ له من ماكس مش هيقدر يروح بعيد، وتطلب منهم يجروا بسرعة علشان يلحقوه. ولما بيلحقوا يلاقوا الشاحنة وقفت وما يعرفش يشغلها، فتقول لهم فيريوسا انها ما جهزت الشاحنة بحيث اي حد غيرها مش هيقدر يتحرك بيها. وماكس اضطر يوافق انهم يركبوا معاها ويواصلوا الهروب. فيريوسا تشغل الشاحنة وتتحرك، والسواق يجري وراها لحد ما يركب هو كمان. وماكس يبدأ يجمع كل الأسلحة اللي مخباها جوه الشاحنة في حسابان لأي غدر. وفجأة يظهر لهم أسطول تاني قادم ناحيتهم، ويكتشفوا ان جو طلب دعم من مدينة مجورة علشان يوقفهم. وفيريوسا بتقرر تهبط بالبنات في مكان سري جوه الشاحنة، لان لو سكان المنطقة شافوهم ممكن يخطفوهم. وتوضح لماكس انها لو لاحظت اي غدر هتنادي عليه، وهو يسوق الشاحنة بسرعة ويتحرك وتعلم ازاي يشغلها بحيث ما توقفش منه زي المرة اللي فاتت. وبعدها توقف الشاحنة وتنزل وتقول إنها طالبة الأمان وجابت لهم كمية وقود مقابل السماح لها بالمرور. لكن القائد يحذرهم إن الوقت ضيق وإنها جاية ومعاها جيش وده ممكن يدخلهم في مأزق كبير. ومع اقتراب الحرب لما تشوف عربيات جو وصلت وسكان المنطقة ما أغلقوش الطريق عليهم، تفهم على طول إنهم ناويين يسلموها لجو ويجرروا بيها. فتصرخ وتنادي ماكس وهو يحرك الشاحنة بسرعة، وفيريوس ستركب قبل ما يمسكوها. وبعد فترة يقترب الليل والشحنة محتاجة تصليحات، وماكس يبدأ يحس بالفضول ويحب يعرف فيريوسا متجهة فين. فتوضح له انهم راكبين لمكان اسمه الارض الخضراء. واضح من الاسم انه اخر بقعة خضراء وغنية بالماء. وماكس يقول لازم حد يتولى المؤخرة للمراقبة، لو حد حاول يقرب يحذرهم بسرعة. واحدة من الزوجات تتطوع لتولي المراقبة، وفيريوسا تنزل وتتعلق في العربية لإصلاح الأعطال. والبنت اللي بتراقب فجأة تسمع صوت قريب وتلاقي السواق بيبكي وفي حالة حزن شديد. الحزن يسيطر على السواق، وبتعرف البنت انه زعلان لانه خذل جو ومش هيقدر يروح معاه للجنة. فبتحاول تهديه وتشرح له ان كل اللي حصل كذب، وان فاريوسا كانت زوجته وكانت شايفة قدامه كل خداعه وكذباته، وإن الشباب اللي بيخدموه مجرد عبيد بالنسبة له مش أكتر. بعدها الليل يدخل فجأة ولاقوا نفسهم ماشيين في أرض طينية والشاحنة تغرز. بينزلوا يحاولوا يطلعوها، وماكس يجيله فكرة طول العربيات اللي وراهم لو دخل الأرض دي يتحرك بصعوبة. عربياتهم مش قوية زي الشاحنة، فيحط متفجرات على أثر العجلات بتاعتهم. وفعلا الخطة تنجح، ومجرد ما يقفوا ومش يقدروا يتحركوا إلا عربية واحدة عجلتها قوية زي الدبابة تكمل وراهم. وماكس يفضل يضرب نار بشكل عشوائي، والوضع يزداد سوء لما الشحنة تغرز مرة تانية. هنا بتدخل السواق يقرر يساعدهم ويطلب من ماكس يربط الواير بتاع الوانش في الشجرة اللي قدامهم، ويبدأ يستخدم قوة السحب. لكنه يضطر يضغط على الموتور عشان يطلع الشحنة بسرعة. ولما الشحنة تتحرك يلاحظوا ان الموتور بيطلع دخان ومحتاج تبريد. ماكس يقرر يكسب لهم وقت لحد ما الموتور يبرد وياخد جاركون اكود وشوية متفجرات. وبعد الدقايق يشوفوا انفجار ضخم وماكس راجع، لكنه مش داخل عليهم بإيده فاضية، جايب معاه شوية ذخيرة. وبعدها يواصلوا الطريق. وصلوا طريقهم على أرض فيها بركة ميه وناس ماشيين على عصيان. ومع طلوع الصبح ماكس يسأل فريوسا ايه اللي مخليها متأكدة ان الأرض الخضراء موجودة ومش مجرد خرافة. ترد عليه انها تولدت هناك واتخطفت وهي طفلة. وبعد شوية فيريوسا تلاحظ حاجات بتلمع من بعيد وبتفتكر انها شافت ده قبل كده. ولما بيقربوا منها
ماكس يقول ده كمين، فينزلوا فيريوسا وتعلن انها من الارض الخضراء وتقول اسم امها، وفجأة تظهر موتوسيكلات من كل ناحية وبيتعرفوا عليها، ونتعرف على ان الارض الخضراء كان مجتمع عايش فيه ستات بس، وبسبب غياب الرجال قل العدد تدريجيا لحد ما وصلوا للعدد الحالي. وفريوسا تعبر عن اشتياقها الشديد لوطنها وطبيعة الخضرة اللي حواليها، فيقولوا لها انها غالبا مرت من نفس الاتجاه، ويحكوا لها ان مع مرور السنين المية اتسممت والمكان أصبح غير صالح للحياة. الكلام ده يحطم قلبها وحلمها اللي ساعة تحقيقه سنين. وبالليل عجوزة تتكلم مع زوجة جو وتكتشف إنها حامل، والزوجة تقول إنها حاسة إن اللي في بطنها. العجوزة تكشف للزوجة إن الجنين هيبقى بنت، وتجيب شنطة مليانة بذور وتقول إنها بتعتبرهم أولادها، ومستنية توصل لأي مكان صالح للزراعة عشان تزرعهم. وفريوسا تروح تتكلم مع ماكس وتوضح له انها اتفقت مع باقي الستات انهم هيكملوا الطريق لحد ما يلاقوا مكان فيه مي، وهيحطوا الموتوسيكلات ويسيبوا الشاحنة لانها ملفتهم، وهي هتغطي عليهم الطريق. وبيجهزوا لماكس موتوسيكل ويحطوا له اكل كنوع من الشكر لمساعدته، وبيكون عنده الخيار ينضم ليهم لو حابب، لكنها مش هتجبره على ده. بالنهار يشوف هلوس ونعرف إن الطفلة اللي بتظهر له باستمرار هي بنته المتوفية، وبيلاقيها رايحة ورا الستات وتطلب منه يلحقهم، فيركب موتوسيكله ويروح عندهم ويقترح على فيريوسا خطة أفضل، ويقول لها إنه لو مشوا في الاتجاه ده ممكن الأكل والمياه يخلصوا قبل ما يوصلوا، ومتأكدين إن في مياه وينفع يعيشوا فيه، والمكان الوحيد هو الأرض اللي جو مسيطر عليها. وبما إن جو خرج وراهم بكل جيشه، فهم لو سبقوهم هناك هيقدروا يسيطروا على المكان والمياه. وماكس فاكر إنه لما كانوا جايين شاف بوابة صخرية، وفكر يستخدم خزان الوقود في الشاحنة كقنبلة ليقطع الطريق على جو جنوده، والخطة دي تعجبهم جدا ويقرروا إنهم يرجعوا تاني. وفي الوقت ده جو جنوده فقدوا أثر فيروسا ومش عارفين راحت منين، وفجأة واحد بينهم بيندق إنه شايف شحنة الحرب بتاعتها، وجو في البداية يظن إنها ندمت وراجعة. جو يظن في البداية إنها راجعة عشان تستسلم، لكنه يكتشف إنها عاداتهم منطلقة بأقصى سرعة ناحية الوادي، ويفهم نواياهم ويأمر رجاله يلاحقوهم بسرعة، وبينطلقوا من كل جانب ولحد ما يلجوا أسرع عربية فيهم. ولما بتقرب ماكس يلاحظ إنها عربيته وعليها واحد بيساعدها تزيد سرعتها عن طريق رش بنزين في التربو. فيريوسا لما تشوف ده تفهم إنهم عاوزين يمشوا قدامهم عشان يرموا حاجات تخترم عجلة الشاحنة، فالسواق يستخدم جيركن بنزين ويعمل نفس الشيء عشان ما يسبقهمش، لكن ماكس كان مستخدم موتور قوي في عربيته، ولما يجي قدامهم فعلا بيرمي الحاجات، العجلات بتتخرم، وكمان موتور الشحنة مش بيستحمل الضغط وبيهدر، فبتدخل واحدة بالموتوسيكل وتهاجم سواق العربية ويتخلصوا منهم. والسواق بيقول إنه يقدر يصلح الموتور ويروح لهناك. بعدها الجنود بيستخدموا طريقة تانية عشان يوقفوهم، بيضربوا سلاسل مربوطة بعربياتهم وبينزلوا جرافات في الأرض لتقليل سرعتهم تدريجيا. ماكس بياخد مقص حديد ويروح لورا عشان يقطع السلاسل، وباقي الستات على الشحنة بيحاولوا يقتلوا أكبر عدد ممكن من الجنود، ومجرد ماكس يخلص قطع السلاسل بيتجهوا للتصدي للهجوم القادم. فجأة يواجهوا نوع جديد من الهجوم، والجنود بيستخدموا عصيان طويلة للنزول على الشحنة من كل جهة ويرموا عليهم قنابل دخان ومتفجرات. ماكس بيشتبك مع الجنود على ظهر الشاحنة ويحاول يتخلص منهم، والكل بيحاول يساعد في الدفاع، حتى فيريوسا اللي بتقاتل بحدة لكنها مش قادرة على كل الهجوم. واحد من الجنود يقدر يوصل لها، وقبل ما يقتلها ماكس بيدخل، لكن عددهم كبير وماكس يفقد توازنه ويقع، وفيريوسا تمسكه، وواحد من الجنود يستغل اللحظة بيتسلل ويقرب منها ويطعنها، وبسبب الألم وحزام الدرع الصناعي اللي بدأ يتفك، فيريوسا على وشك تسيب ماكس فيهرع السواق لمساعدته. السواق بيساعد ماكس يمسك عربية تانية وماكس بيقتل السواق، ولحسن الحظ العربية دي شحنة حرب زي شحنة بيريوسا فيها مقطورة وقود. ماكس بيجيله فكرة ويستخدمها ككنوبلة ويخلص على أكتر من عربية في ضربة واحدة. طبعا جو راكب أقوى عربية فيهم فبيسبق الشاحنة ويفرمها مرة واحدة، والموتور كان مستني حد يلمسه،
فيريوسا بتقول للسواق يكمل مكانها وتنطق على عربية جو واللي بيتواجئ بيها جنب، وبتقوله بالإنجليزي 60 داهية بس، وتشبك رمح في أقنعه وتطرح سلسلتها تحت العجل، ولأنه كان مربوط لأنه جو مربوط بحكام على رأسه بيموت. ولما ماكس بيشوفها بيجري بسرعة لعندها ويلحقها، وكلهم بيتحركوا تجاه عربية جو لأن الشاحنة مش هتكمل معاهم إلا إذا السواق ساعدهم بعد ما يقفل الطريق. قبل ما يحصل ده بيظهر واحد عملاق من الجنود وبيحاول يوقفهم لكنه بيخلع رأس الموتور بالكامل، فالسواق بيفهم انه مش هيقدر يروح معاهم فيقرر يضحي بنفسه عشان ينقذهم. ولما بيعدي البوابات بيقلب الشاحنة وهو فيها عشان يقفل الطريق وراهم، وفعلا الصخور بتنهار والطريق بيتقفل. في الوقت ده بتكون فريوسا حالتها سيئة جدا بسبب انها نزفت كتير ومصابة، فبيلجأ ماكس إنه ينقل لها دم بشكل مؤقت علشان ما يخسروهاش. وفي المقر الجنود لما بيشوفوا عربيه جو بينزلوا رفعة، ولكن لما بتنزل شوية بيكتشفوا إنه مش جو، فبينزل ماكس وبيكشف عن جثة جو وهو ميت، والكل بيتصدم حتى الجنود لأنهم كانوا بينادوه المعمر جو لأنه خالد ومش بيموت، وبيبيد الناس يهتفوا إنهم لازم يطلعوا مكانه. واخيرا الجنود بيسمعوا الكلام وبيرفعوهم، وتنادى بتلاحظ فيريوسا ان ماكس نزل من جنبها واختفى في وسط الناس، والمية بتتفتح للناس اخيرا بس مش للتحكم فيهم واستعبادهم، ولان المية دي حقهم. الجزء الاول بيخلص هنا. اكتبولي في التعليقات لو حابين اعمل الجزء الاول بيخلص هنا، اكتبولي في التعليقات لو حابين اعمل الجزء الثاني، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الملخص عجبكم، ولو حابين تشوفوا الملخصات اللي هتنزل بعد كده اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات. سلام.